انا جيت النهارده وجبت لكم سر كحك الحليب اللي بنشتريه من الافران، وكمان بمبلغ وقدره. عايزه اقول لكم قد ايه مقرمش ولونه ذهبي وطعمه حلو، وكمان التوفير يعني بدون زبده وكمان بدون بيض. تعالوا كده اقول لكم على المقادير، بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسونيش في لايك حلو وكومنتات كتير. واول حاجه كده معايا في المقادير كوبايه من اللبن، واهم حاجه اللبن يبقى بتاعنا دافي، وعليهم كوبايه من السكر وكوبايه من الزيت، معلقه كبيره كده من السمسم، ربع معلقه من ريحه الكحك ولو مش موجود هيبقى مش مهم عادي، ومعلقه كبيره كده من كيك شيف. وهبدا اقلب كويس جدا. انا عايزه السكر يدوب معايا علشان الوصفه ما تفشلش. في حاله السكر ما دابش معاكي هتلاقي ان الكحك بتاعك بدا يفرش، وهتلاقيه من جوه طري مش مقرمش زي ما بنشتريه من الافران. ولو مش عندك المضرب اليدوي هتبداي عادي تستخدمي الخلاط، مفيش اي مشكله. في اللحظه دي هنزل بنص كميه الدقيق. انا هستخدم في الوصفه 6 كوبايات من الدقيق. في الاول هنزل ب3 وبعدين هنزل بال3 التانيين. طب ليه الخطوه دي؟ لو نزلتي بكل الكميه هتلاقي الزيت فصل عن الدقيق، فبالتالي احنا عايزين نتلاشى خالص الخطوه دي. بعد ما نزلت ب3 كوبايات وخلطتهم كويس جدا، نزلت بباقي ال3، فبالتالي كده كان معايا مظبوطين. وبعد ما تنزلي ب6 كوبايات لو حسيتي ان العجينه طريه معاكي ممكن تزودي معلقه او معلقتين. ازاي تعرفي ان العجينه ناجحه معاكي؟ هتمسكي قطعه كده من العجين وتلفيها وتضغطي عليها، لو ما اتشققتش معاكي هتبقى مظبوطه. تعالوا كده اقول لكم على التشكيل السهل اللي بنشوفه في الافران وبنستغرب عليه. اول حاجه كده عندي صينيه مدهونه معلقتين من الزيت، وما نكترش الزيت لان زي ما احنا عارفين ضايفين كوبايه كامله من الزيت في العجينه. هبدا كده اكور كوره صغننه لانها برضو بترتاح سيكه يعني في الفرن، مش بترتاح بمعنى اصح، يعني كده ايه زي ما بنقول كده بتفرش سيكه بسيطه، بس شكلها بيفضل شكلها وما بتضعفش معانا تماما. بعمل كوره كده وبعدين بغطسها في السمسم اللي عندي وابدا اضغط عليها ضغطه بسيطه قوي، وبالتالي بتبقى جاهزه معانا. تعالوا كده اقول لكم ايه اللي بيخلي العجينه بتقرمش معايا او بتخلي الكحك بيبقى مقرمش من جوه وكمان من بره، وايه اللي بيخلي السمسم ما يقعش من الكحك. اول حاجه كده سر ان الكحك يبقى مقرمش معاكي من جوه، اول حاجه التسويه. في اللحظه دي اللي انا كنت بعجن فيها الكحك كنت مولعه الفرن وكمان كانت سخنه. بدخل الكحك على نار هاديه جدا، يعني زي نار الكيكه على درجه حراره 180. ولو مش عندك درجه حراره في الفرن يبقى هتظبطي الفرن على نار هاديه جدا، لان انا مش عايزه اول ما ادخل الكحك ياخد لون وما يبقاش من جوه مقرمش وكمان يبقى معجن من جوه. بدخله على نار هاديه جدا وبسيبه كده لمده تلت ساعه، وبيبدا معايا يطلع ناشف بس بيطلع طري سيكه. بحطه كده في الهواء، وبأول ما تسيبيه في الهواء لمدة 10 دقايق هتلاقي الكحكاية بدأت تنشف معاكي. ما تسيبهوش اكتر من 10 دقايق، لانك لو سبتيه اكتر من كده هتلاقيه نشف قوي وبقى طعمه مش لذيذ خالص. في اللحظة دي هتبدأي كده تشيليه في علبة تلاجة وتحفظيه بره الفريزر، قصدي بره التلاجة، وهيقعد معاكي حتى سنة مش هيقولك لا، وهي ريحته زي ما هي وطعمها زي ما هي. زي ما انتوا شايفين قلتلكم السر اللي بيخليه مقرمش معايا. طيب دلوقتي عشان احنا حاطين كمية حلوة من الزيت مش عايزين ندهن خالص الصاج زيت علشان ما يبقاش مزيت وما تلاقيش كل الكمية بقى ساحت ودخلت في بعض ولزقت في بعض. زي ما انتوا شايفين هخلص كل الكمية بنفس الطريقة، مفيهوش اي افتكاسة. ونسيت اقول لكم على اهم حاجة، ان العجينة ما بتخمرش ابدا ولا بترتاح. بعد ما عجنتها على طول بدأت اشتغل فيها، لان انا مش عايزة اريحها ولا عايزاها تتنفخ معايا، لان الكحك اللي بنجيبه ما بيبقاش منفوخ خالص، هو يا دوبك بيتضعف سيكه بسيطه علشان التسويه مش اكتر. هبدأ كده ادخل الفرن، هتاخد معايا تلت ساعة على نار هادية جدا، وبعدين بسيبها في الهواء زي ما قلنا تبدأ تنشف معايا شوية، وبعدين محفظها في علبة التلاجة. اوريكم بالظبط شكلها وهي خارجة من الفرن، وكمان بعد ما هديت ونشفت معايا هبدأ كده ادخل الصاج. وكده بعد الصاج ما خلص معايا ودخلته الفرن، اللهم بارك كان شكله حلو وطعمه حلو واخد لون لذيذ، اللهم بارك زي ما انتوا شايفين. اخد معايا تلت ساعة، وبعد افتح عليه الشواية عشان ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه القمر ده كان لسه طالع من الفرن. هنا بعد ما سيبته هدي معايا وارتاح، اللهم بارك مقرمش من جوه مش معجن خالص. عايزه اقول لكم ناعم جدا جدا، اللهم بارك عمل كميه حلوه معايا. يا رب كده لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في كومنتات كتير، ويا ريت اللي جرب الوصفه يكتب لي في الكومنتات